لو ناوي تشتري عربيه هايبريد تعالى اقول لك على اهم 5 حاجات تخلي بالك منهم. اول حاجه هتاخد بالك منها وهي صيانه العربيه الهايبريد مختلفه تماما عن صيانه العربيه البنزين، فخلي بالك من حاجه زي دي وما تسمعش للناس اللي بتقول لك صيانه العربيه الهايبريد اغلى من العربيه البنزين. بالعكس، صيانه العربيه الهايبريد اقل بكتير من العربيه البنزين. وتاني حاجه مهمه جدا تخلي بالك منها وهي التهويه بتاعت البطاريه اللي موجوده ورا. التهويه ديت موجوده في المكان دوت او بتبقى موجوده في الكرسي. في العربيه دي التهويه بتاعتها موجوده هنا، فخلي بالك ما تحطش حاجه تسد التهويه ولا سجاد بقى ولا شنط ولا الكلام ده. وتالت حاجه هتاخد بالك منها وهي الفرامل بتاعت العربيه. طبعا فرامل العربيه الهايبريد مختلفه عن فرامل العربيه البنزين عشان دي بتتشابه شويه مع العربيات الكهرباء. العربيات الكهرباء بيبقى في حاجه اسمها ريجنريتيف بريكنج دوت بيرجع يشحن البطاريه تاني، فده نفس الكلام اللي موجود هنا في العربيات الهايبريد. ورابع حاجه ما تحاولش تتحكم في استخدام البنزين او الموتور الكهرباء. العربيه هي اللي بتتحكم في حاجه زي دي، والعربيه ذكيه جدا في التحويل بينهم او استخدامهم مع بعض، فما تحاولش تتحكم فيها او تسيطر على الموضوع ده علشان تتعب معاه شويه. وخامس حاجه هتاخد بالك منها وهي ان العربيه دي ما فيهاش صوت نهائي اول ما بتشغلها. العربيه كده دايره وما فيهاش اي صوت، دوت بيديك احساس قريب جدا من العربيات الكهرباء، فده كويس للناس اللي بتجرب العربيه دي او مع العربيه دي علشان تجرب العربيات الكهرباء بعد كده او تشتريها. ان العربيات الهايبريد مش صعبه زي ما انت متخيل. العربيات الهايبريد سهله جدا وممتعه جدا لو فهمتها واتعودت عليها. فانت لو هتشتري دلوقتي هتشتري عربيه هايبريد ولا عربيه كهرباء على طول؟